ايه رأيكم في العباية القمر دي؟ لو عايزة تعرفي عملتها ازاي تابعي الفيديو للآخر وهتعمليها بأبسط طريقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما. قبل ما نبتدي الفيديو نسمي الله ونصلي مع بعض على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. النهاردة معايا القماش اللي انتوا شايفينه دوت كده. نوع القماش هيكون كوريشة، ومعايا القماش اللي هو الشبكة الذهبي. عدد الأمتار هاخد 3.5 متر. تمام كده. والقماش اللي هو الذهبي هنستخدم منه متر. وعذرا لعدم نزول الفيديوهات الفترة اللي فاتت. تمام كده. دلوقتي انا مطبقه القماش على 4 اهو. تمام. القماش عرضه 1.5 متر. تمام. الناحية المقفولة ناحيتي والناحية المفتوحة لبره. تمام كده. هبتدي اخد المقاسات. هاخد مقاس الرقبة 8 سنتي واحط علامة نزول 2 سنتي، وهاخد حردة الرقبة بالشكل ده. تمام. وهبتدي اقيس نزول الكتف. انا مطبقه القماش كده على عرض القماش 1.5 متر، مطبقه على 4. هاخد العرض كله. تمام. دلوقتي كده انا خدت 3 سم نزول الكتف، واخدت خط بالشكل ده. ومن عند نقطه نزول الكتف هقيس 26 سم واحط علامه، وهدخل 6 سم كده. تمام. وهبتدي انزل على ما فيش بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهحط علامات كده. وهبتدي اخد خط على ما فيش كده. القماش المستخدم دوت قماش كوريشة. هنا خرجت 1 سنتي وعملت حردة الباط كده من تحت، يعني برسم الدوران. هقص الاول. حابه اشكر كل متابعيني الجمال اللي بيدعموني دايما وبينوروني بحضورهم وبتعليقاتهم الجميله. بشكركم جدا جدا، ودايما كده تكونوا منوريني دايما. الحمد لله بلا سبب، الحمد لله بلا طلب، الحمد لله بلا عدد، الحمد لله حتى يرضى. الله لا اله الا هو الحي القيوم. دلوقتي هنا كده من عند الكم هيكون في بورسل، انا مش عايزاها اقصه كده. تمام. هبتدي افصل الامام عن الخلف، بس هفتح القماش من الجنب كده. طبعا انا كنت عاملاه بدبابيس على اساس لما اجي اقص يكون مظبوط معايا. هفتح الجنب المقفول كده. تمام. وهبتدي افصل الامام عن الخلف، وهطبقه الجزء الامامي بالشكل ده، وهعمل فيه التعديلات. التعديلات هي هتكون في الرقبه الاماميه بس، ان انا هعملها 7 زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده اهو. هنا خدت 13 سنتي وحطيت علامه. تمام. وصلت 13 سنتي لحد الرقبه كده بخط مايل، ورسمتها بالشكل دوت وقصيتها نظام 7 زي ما انتم شايفين اهو. تمام كده. هي دي التعديلات بس. جبت قطعه القماش اللي انتم شايفينها ديت اهي بالشكل ده. قطعة القماش اللي معايا ديت هتكون نفس عرض الصدر للعباية. تمام. والطول هيكون 30 سنتي، وزودت 2 سنتي للخياطة من عند الكتف. تمام كده. خياطة الكتف يعني. تمام. وبعدين جبت قطعتين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. دي هتكون جيب يعني، وقصادها جيب تاني. تمام كده. عرض الجيب هيكون 18 سنتي، والطول هيكون 23 سنتي. بعد كده انا هخيطها خيطة عادية، مش هتنيها خالص، وهخليها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت على العباية. تمام كده. والبورصل زي ما انتم شايفين اهو مدي شكل جميل، مش هيتني يعني. وادي الجيب التاني هيكونوا الاتنين قصد بعض. تمام كده. نصلي مع بعض على النبي يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصحبه وسلم. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده انا تنيت قطعه القماش اللي هي الشبكه ديت. خلي بالكم عشان القماشه ديت بتمط طول وعرض يعني. حطيت الناحيه المقفوله على الناحيه المقفوله بالشكل دوت لبره، والناحيتين المفتوحين عندي يعني ناحيتي. تمام كده. زي ما قلت لكم اهو، بصوا القماش بيمط ازاي. فخلي بالكم وانتوا لو هتعملوا العبايه بالشكل ده، تخلي بالكم من القماش وانتوا بتحطوه على بعضه. تمام كده اهو بالشكل ده. دلوقتي كده انا عندي رسمه السبعه معموله. انا يا دوبك بس هاخد الجزء دوت وهقصه عشان ينطبق بالظبط على القطعه اللي تحت اللي هي المقصوصه. الرقبه لسبعه يعني. تمام كده. هبتدي بس ادبس القماش على بعضيه كده عشان ما يتحركش مني وانا بقص. تمام. هي العباية قمر بصراحة كده، ويا ريت تتابع الفيديو للآخر علشان تشوفي انا عملتها ازاي. ويا ريت تكون تعجبكم يعني. وعذرا ان انا ما كنتش بقدم فيديوهات الفترة اللي فاتت يعني. بس بإذن الله اللي جاي احلى.
دلوقتي كده انا قست واتاكدت من المقاس بالظبط. تمام، هبتدي بقى اقص. بسم الله. واخلي بالي وانا بقص القماش ده علشان القماش ده بيمط. تمام كده، وبيبقى متعب شويه في القص. وكمان عشان يكون مظبوط معايا. طلعت معايا اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. طبعا القصايص ديت احنا ممكن نستفاد منها باي حاجه تانية. وطلعت السبعة مظبوطة زي ما انتوا شايفين اهو. دلوقتي هفك الدبابيس كده وهفردها عشان نشوفها مع بعض. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دلوقتي هشيل الدبابيس زي ما انتوا شايفين اهو، وهبتدي أفرد العباية اهو بالشكل ده. تمام. وبعد كده هجيب قطعة القماش وهفردها على الصدر بالشكل ده، وهبتدي اظبط السبعة على بعضها. اهم حاجة وانا بفرد قطعة القماش ما شدهاش على اساس انها بتمط يعني، وتكون مفروضة مظبوطة على العباية اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. تمام. وهبتدي دلوقتي ادبسها بالدبابيس على السبعة على بعضها يعني. بس دلوقتي هقول لكم هعملها ازاي. تمام. ادي القماش على ظهره اهو، دي قطعة القماش كده بتاعت العباية الامامية على الظهر. تمام. وبعد كده هجيب الوش للقماشة اللي فوق ديت على ظهر العباية بالشكل ده. يعني انا حطيت ظهر العباية اهو، ورحت حاطة عليه قطعة القماش الوش من تحت. تمام. وادي الظهر من فوق زي ما انتم شايفين اهو، لان كده هوفر عليا ان انا اعمل للسبعة بيه. تمام. او اخيطهم مع بعض، وهيكون برضو محتاجة تانية. لا كده هتنيها منها فيها يعني. دلوقتي بدبسها بالدبابيس زي ما انتم شايفين اهو. بس اهم حاجة بظبط القماش يكون متطابق على بعضه اهو بالشكل ده. تمام. زي ما انتم شايفين كده. يعني انا دلوقتي في الاول عملت ايه؟ حطيت العباية على الظهر، وبعد كده خدت الوش للقماشة حطيته على الظهر. تمام. وخيطتها اهو على المكنة. تمام. وبشيل دلوقتي الدبابيس اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ومن هنا كده هبتدي افتح الجزء ده الاول، وبعد كده هفتح برضو الجنبين. تمام. ولو في اي فتل ولا حاجة تشطبي على طول يعني، على اساس تكون الحاجة جاهزة معاكي، ما تبقيش محتاجة انك انت تشطبيها. تمام. وبرضو هبتدي افتح كده فتحات بسيطة جدا، ما توصلش للخياطة عشان الخياطة كده ممكن تبوظ معايا، على اساس لما اجي اقلب تكون الخياطة معايا مستريحة والقماش ما يكونش مشدود. دلوقتي زي ما انتم شايفين اهو ده الظهر وادي الوش. قلبت القطعة القماش اهو على الوش، بقى عندي الوش مظبوط. تمام اهو بالشكل ده. دلوقتي كده انا يعتبر تنيت الرقبة بشكل كويس يعني ولطيف، مش مثلا محتاج تانية او محتاج بيه اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. وهثبتهم على بعض بالدبابيس كده زي ما انتوا شايفين اهو، عشان يكون معايا ثابت يعني. واما اجي اتني اخيط يعني ابرز السبعة او الرقبة تكون معايا مظبوطة. تمام كده. نصلي مع بعض على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. اهي زي ما انتم شايفين كده اهو بقت معايا بالشكل ده. تمام. عند الصدر كده مش هتني برضو، هيبقى زي الجيب بالظبط. وبالنسبة للجيب انا مش هبطن ولا اي حاجة، انا هخليه كده زي منظر يعني، وهيديني شكل مختلف يعني بشكل حلو يعني، مش هيكون وحش. تمام كده. وعشان اتاكد برضو ان الرسمه هتكون مظبوطه ومش معوجه مستقيمه يعني، هاخد 8 سنتي من هنا
من تحت الباط و8 سنتي من تحت الباط الناحية التانية. تمام. وهظبط على اساس اما اجي اخيط قطعة القماش دي تكون مظبوطة معايا. تمام. هبتدي اظبط فيها كده وهدبسها بالدبابيس. تمام، على اساس ان انا اخيطها على طول وتبقى معايا مظبوطة. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا الله. هنا دلوقتي هبروزها كده خياطة حوالين داير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. تمام. ودلوقتي كده عشان اثبتها اكتر برضو مع الخياطة، ممكن اخد خط مستقيم خياطة من عند القطعة دي من النص كده، ومن الجنبين برضو هاخد خياطة مستقيمة من الناحية دي ومن الناحية دي. دلوقتي جبت الجيب اهو زي ما انتوا شايفين اهو. تمام. هقيس من هنا كده 15 سنتي، وهاخد نفس المقاس الناحية التانية. تمام. ومن الجنب هاخد 5 سنتي، ومن الجنب التاني برضو هاخد نفس الحكاية 5 سنتي. تمام. عشان لما اجي احط الجيبين قصد بعض يكونوا مظبوطين بالظبط. تمام كده. هنا مش هتني الجيب من فوق، انا هكتفي بالبرسل اللي هو من فوق دوت مدي شكل لطيف يعني. تمام كده. وهبتدي احط الجيب اهو بالشكل ده. تمام. ومن تحت هنا هقيس 6 سنتي، يعني فوق 5 سنتي ومن تحت 6 سنتي. الفرق ما بين الجنب هيكون من فوق من اول الجيب 5 سنتي ومن تحت 6 سنتي. تمام كده. وهبتدي اثبت الجيب بالشكل ده، وهقيس بالظبط اهو، على اساس برضو اهم حاجة يكون الجيبين قصد بعض والشكل يكون مظبوط. هبتدي احط الجيب التاني بالشكل ده اهو. لو انت عملت كده هتبتدي انك انت تحطي الجيب على طول، مش هتحتاجي انك انت تظبطيه كل شوية يعني. تمام. لما تاخدي المقاسات بالظبط اهو، ونفس المقاس اللي هنا، اهم حاجة يكون نفس المقاس عند الجيب التاني. خلاص كده. زي ما انتم شايفين كده هبتدي بقى اروح ابروزهم اخيطهم يعني، وهرجع لكم تاني. دلوقتي كده خيطتها اهي. تمام. زي ما انتم شايفين اهو، خدت خياطة اهي مستقيمة في النص، وفي الجنبين كل جنب خدت فيه خياطة اهو. ودلوقتي ابتدي اشيل الزيادة بالمقص كده. تمام. زي ما انتم شايفين اهو. هو المفروض بقى كنت انا عملية المكوك نفس لون قماشة العباية، بس مش مشكلة، بس قلت برضو اعمل لي اللون الغامق دوت على اساس ان كنتوا تاخدوا بالكم بالخياطات عملتها ازاي. بس لو انت هتنفذيها يعني يا ريت يكون الخيط اللي في المكنة لون القماشة اللي فوق، والخيط اللي في المكوك نفس القماشة للعباية. والقطعة ديت هتكون بقية الكم. طبعا في زيادة عند الكتف. تمام. فطول الكم دوت هيكون 48 سنتي. تمام. نص دوران الكم هيكون 23 سنتي. فتحة الكم هتكون عندي 21 سنتي. وفتحة الكم من عند الجيرو هتكون 26 سنتي. تمام كده. دلوقتي هجيب القطعة اللي انتوا شايفينها ديت اهي، طولها نفس طول الكم. تمام. وعرضها هيكون 6 سنتي. واهم حاجة قبل ما احطها كده هقيس من هنا وهنا 8 سنتي من الناحية دي و8 سنتي من الناحية دي، وبعد كده هبتدي احطها بالشكل ده. تمام كده. ادي 8 سنتي اهو، وادي 8 سنتي برضو. تمام. وهثبتها بالدبابيس.
بالشكل ده. وبعد كده هخيطها على المكنة. تمام. نصلي مع بعض على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وصحبه وسلم. اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو، وهخيطها من ناحيتين. وهجيب قطعة استك زي ما انتوا شايفين اهو، رفيعة مش عريضة يعني. تمام. طولها هيكون 19 سنتي اهو. تمام كده. وهبتدي اثبتها من هنا ومن هنا كده، وهتنيها بالشكل ده. هثبت من الطرف ده ومن الطرف ده، واخد الجزء التاني من الاستك. بس اهم حاجة اخلي بالي لا يكون يتعوج معايا يعني، يكون مستقيم. وهبتدي اشده على المكنة وهخيطه معاها بالشكل ده. او ممكن حاجة تانية يعني، ممكن تتني الاول القماش وبعد كده تدككيه وتثبتيه من ناحيتين وبعد كده تقفلي الكم. تمام كده. وادي من النص برضه هحط دبوس اهو. ده لو انا هخيطه مع بعضه على طول على المكنة، ولو هخيط الاول تانية وبعد كده هدككه وبعد كده اثبته من ناحيتين وبعد كده هقفل الكم زي ما انتم شايفين كده اهو. خيطت الاستك وخيطت قطعة القماش اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. تمام. وادي برضو العباية ثبتها اهو وخيطتهم. تمام. ودلوقتي كده جبت قطعتين من القماش، عرضها 10 سنتي وطولها 80 سنتي. تمام. جبت قطعتين يعني، وهعملهم حزام في الجنب كده، هثبتهم من الجنبين. تمام كده. ومن تحت البط هنا كده هقيس 13 سنتي واحط علامة، ومن الناحية التانية برضه هقيس 13 سنتي واحط علامة. تمام. وهبتدي اثبت الحزام، احط الاتجاه الحزام لجوه بالشكل ده. وطبعا الخياطة هتكون وشها لتحت، خياطة الحزام، والناحية المقفولة هتكون لفوق. تمام كده. وادي برضو الحزام الجزء التاني هثبته بنفس الشكل بالظبط. تمام كده. وبالنسبة لتقفيل العباية يعني بجيب العباية الجزء الخلفي وبحط الوش على الوش وببتدي اخيط الكتف على الكتف. تمام كده. بثبت الكم معاهم وبعدين باخد خياطة الكم بالجنب لحد الديل. بتكون سهلة جدا وبسيطة يعني مفيهاش اي حاجة. وقفلت معاكم كذا عباية قبل كده. تمام كده. هبتدي بقى احط يعني شكل كده على العباية بالشكل ده اهو. تمام. يعني انا خيطت كده وثبت اهو. مش هخليها طبعا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، لا هخليها شكل يعني اظرف شوية. جبت اللي هو شريط الستان، اللونين يعني متقاربين لنفس القماشة بتاعت العباية، وعملتهم بالشكل الفستونات اللي انتوا شايفينها دي. سهلة وبسيطة جدا يعني، ودت شكل جميل جدا للعباية اهو بالشكل ده. ممكن لو انت حابة مثلا تشتغلي هاند ميد خرز، بس انا حبيت ان اكون عاملة يعني حاجة بسيطة كده. وممكن الخرز برضو يقع من العباية كده يعني، لو مثلا واحدة وقعت بتكر التانية على طول. فلقيت اللي هو الستان دوت يكون كويس يعني. ودوت اللي هو الشريط اللي هو الرفيع. تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هوريكم دلوقتي تعملوها ازاي، هي سهلة جدا وبسيطة يعني. اول حاجة كده هجيب الطرف اهو وهثبته بالدبوس. تمام. وهشتغل بقى بالمزورة على اساس ان تكون معايا الفستونات يعني مقاساتها كلها مظبوطة. دلوقتي كده هحط المزورة كده وهاخد 4 سنتي. تمام. وهجيب دبوس برضو تاني وهثبت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهحط صباعي بالشكل ده اهو، وهلف الشريط الستان بالشكل ده كأني بلفه على صباعي. واخلي بالي دايما يكون وش الستان طبعا ليه وش وظهر، الناحية اللي بتلمع ديت تكون لبره، يعني تكون هي الوش يعني. تمام. وهروح مثبتها بالدبوس بالشكل ده اهو. ما خدتش وقت خالص وبسيطة وسهلة جدا يعني. تمام. برضو تاني هبتدي اجيب المزورة
وهقيس 4 سنتي بالشكل ده، وهحط الدبوس كده اهو، وهظبط الشريط، وهبتدي الف برضو الشريط الستان كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. تمام، وهثبته بالدبوس، وهيديني الشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. تمام كده. برضو هقيس 4 سنتي طول ما انا ماشيه بقى كده وبعمل الفستونات ديت، هقيس 4 سنتي واثبت اهو، وهبتدي الف بالشكل ده اهو. برضو اهم حاجه عايزاكم برضو تاخدوا بالكم اهو، لفيت كده حتى كمان من غير ما حطيت صباعي اهي، جت معايا بالشكل ده اهو. وهقيس برضو 4 سنتي. تمام، وهحط دبوس. عملتها معاكم كذا مرة اهو عشان برضو تكون سهلة بالنسبة لكم، ما تكونش صعبة، هي سهلة جدا يعني بس عايزة تركيز شوية اهي. وهحط الدبوس كده. تمام اهي. هثبت بقى بالدبوس كده زي ما انتوا شايفين كده كل الفستانات اللي معايا، وبعد كده هاخدها على المكنة وهثبتها اهو. قست ال4 سنتي وبرضو رحت مثبتة ورحت لفة شريط الستان، وهثبت الفستونة بالشكل ده. تمام، زي ما انتوا شايفين اهوت من الشريط الستان عملنا حاجة لطيفة يعني وشكلها لذيذ كده وجميلة. الناحية دي هيكون من اللون الفاتح، ومن الناحية التانية برضو هيكون اللون الغامق زي ما انتوا شايفين اهو في الكم ده. تمام كده، وسهل جدا يعني مفهوش اي حاجة خالص. هبتدي بقى اعملهم واخيطهم. وادي العباية اهي، خيطت شريط الستان حوالين داير الجيب بالشكل دوت ومن على الصدر اهو. وهنا برضو عايزة اعمل برضو شكل يكون من اللونين، الستان الغامق والستان الفاتح. تمام كده على اساس يدوا شكل برضو يعني اهو بالشكل ده. هنا دلوقتي انا ما نسيت اقول لكم بقى حاجة، هنا انا خدت المقاس كل ما كنت بعمل فستونة كنت باخد 4 سنتي. تمام، هنا دلوقتي الناحية التانية انا مش هاخد بقى، انا هاخد واحدة قصد واحدة، يعني هشوف اللي هو الخط الاولاني كده الفستونة هتبقى واحدة قصد واحدة. تمام كده اهو بالشكل ده، هاخد واحدة قصد واحدة. عايزة تقيسي برضو بيكون تمام يعني، بس انا حبيت ان يكون واحدة قصد واحدة تكون مناسبة وشكلها تكون الطف احسن. تمام اهي. وادي لفتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو، سهلة جدا وبسيطة اهي. تمام، دلوقتي كده انا خيطت العباية اهي وقفلتها. انا قفلت معاكم عبايات كتير يا جماعة بس عشان الفيديو ما يطولش معاكم. تمام، وادي الكمام اهو، وعملت من عند الصدر اهو فستون من اللون الفاتح وفستونة من اللون الغامق، فستونات يعني. تمام، وادي الحزام اهو خيطته في الجنب زي ما انتم شايفين كده. تمام، دلوقتي كده هجيب الفرنشة ديت وعايزة اركبها حوالين داير الرقبة. هاخد علامة النص بالشكل ده، وهاخد علامة النص برضو من عند الرقبة الخلفية بالشكل ده، واحط دبوس اهو، وهبتدي اشبكه كده بالدبابيس. تمام، وهخيطه حوالين داير بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. نصلي مع بعض على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. وثبته من الناحية دي بالشكل ده اهو. تمام، وهبتدي اثبته من الناحية التانية بنفس الشكل. يا ريت تقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات، وما تنسونوش في اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. تمام، ويا ريت تقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو وايه رأيكم في تفصيل العباية. تمام كده، نصلي مع بعض على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. وادي العباية بقت بالشكل اللطيف اللي انتوا شايفينه ده اهو.
يعني من قطعة قماش عندنا. عملنا عباية لطيفة وجميلة اهي، وادي شكلها اهو. والستان بصراحة اداها شكل جميل جدا، وسهلة وبسيطة، وممكن تعمليها في يعني بطريقة سهلة. يا ريت ما تنسوش اللايك الجميل يا جماعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.